رمضان 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 يا حبيب. سلام بنات، نرحب بكم جميع في قناتكم لمسة من بيتي. أكثر البنات طلبوا مني نعملوا ديكور للشهر الكريم، اللهم بلغنا. اليوم جيتكم بواحد الديكور اللي هو جد بسيط وفي نفس الوقت راقي وجميل، اللي عملته بأشياء جد بسيطة. أغلبية الديكور اللي درتها هي فقط بإعادة التدوير. اليوم نشارك معكم فقط كيفاش أنا غادي نعمل هذاك الركن من البيت لاستقبال الشهر العظيم. ولكن طريقة كيفاش نعملوا الديكورات خليتها في فيديوهات أخرى إن شاء الله، لأن الفيديو غادي يجي طويل بزاف. كما تعرفوا الغاية من القناة هي التميز في البساطة وإعطاء لمسة خاصة ورقية من قلب بيتي الصغير. نحب نشارك معكم الأشياء اللي نقوم بها، نقول بالك البنات يستفادوا منها، فبالتالي نتمنى أن هذه اللمسة المتواضعة تنال إعجابكم، وهكا باش تفرحوا وليداتكم وأيضا تفرحوا نفوساتكم. فلذلك خليكم معايا وتابعوا الفيديو للآخر. لا نمر الى لو كوان اللي انا باغيه ندير فيه الديكور. انا استعملت هذا السيبور تاع ايات قرانيه، اسماء الله الحسنى عفوا. هذا كان وليداتي كسروه، فبالتالي قلت نستعمله في هذا الديكور، ينفعني بزاف. درته هكا فوق المدفأة، طلعته بحاجه باش يجي طالع. ولا انا وضعت هذا دي اي واي اللي انا عملته، ان شاء الله نشاركها معاكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. استعملت لي غيرلاند، ضروري ان نستعملوا هذو الاضاءه اللي هي تعطي واحد الجماليه وواحد الرقي الديكورات تاعنا. ومن بعد خديت واحد لي كادر هكا صغار كانوا عندي ودرت فيهم ايات قرانيه من الداخل. فائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض. في المدفأة تاعي كانوا عندي هادو لي غيرلاند هكا، زينتهم. وانتم البنات على حسب المستطاع وعلى حسب المتوفر عندكم. انا الاشياء استعملتها اللي كانت عندي في البيت، اما انتي استعملي الاشياء اللي متوفره سواء في السوق ولا في البيت تاعك. لهنا التابي تاع الصالات هكا حطيته بهذا الشكل، وحطيت فوقه الطاولة تاعي. ولهنا استعملت هذه الحاملة تاع القرآن الأدعية وكاع. من بعد خديت تنين تاع الكؤوس، وراني غادي نوضع فيهم هذا الورد المجفف. دائما حاولت اني نستعمل في الديكور تاعي كما لاحظتوا الغوز والرمادي على حسب الديكور تاع الصالون تاعي. وانتيا فيكي تستعملي الحاجه اللي انتيا ترتاحي فيها. في الاخير خديت هادو الشموع اللي يكونوا يتمشاو بالبطاريه ولا بيل، وندير في كل كاس ندير وحده. وكانت هذه هي النتيجه. وهذاك الورد المجفف البنات عطى واحد الرائحه في الصالون ما نقولكمش، عمقها من تدخلي تشمي واحد الريحه زكيه.
ومن بعد خضرت الشمعة تاعي اللي كنت قد زوقتها بهذه الآيات القرآنية. إن شاء الله نشارك معكم هذه تاني كيفاش ندير. ومن بعد في الأسفل خديت هذا إعادة تدوير تاع هذا البلا، ووضعت عليه واحد الفانوس اللي كنت خدمته على شكل مسجد أيضا بأشياء جد بسيطة. إن شاء الله ربي يقدرني ونحط لكم هذه الفيديوهات. شوفوا اللي جا الشكل تاعهم أكثر من رائع. وايضا دائما بالاستعانه بهذه الشموع نوضعهم هكا من الداخل باش يعطي واحد الاضاءه خاصه في الليل، زعما من طفوا كاع الضواء وكاع ما شاء الله. ولا انا في الحواف تاعه استعملت هادو لي غيرلاند هكا تانيك هما تانيك عندهم واحد الشكل يناسب شهر رمضان الكريم. تانيك هادو بإعادة تدوير درتهم بهذا الشكل في الأسفل. استعملت تانيك الهلال فيهم كديكور اللي يعطي زعما غكاغ على الشهر الكريم. وضعت هكا نقاط فيهم نفس اللون تاع الطابي تاع الصلاة، وضعت شمعة في الداخل. هذا أيضا إن شاء الله نشاركها معكم فقط بإعادة تدوير. وكانت هذه هي النتيجة الأخيرة كما راكم تشوفوا. نتمنى أنها عجبتكم ونالت رضاكم، وإن شاء الله انتظروني في الفيديوهات القادمة باش نشارك معكم كيفاش نخدموا هذه الديكورات. شوفوا في الليل البنات كيفاش يعطي واحد الجو ما شاء الله. هو يعطي جو أكثر من هكا، فقط الكاميرا شوية راهي مضبة ما خرجتش غاية الصور، فما نقول لكمش واحد النتيجة رائعة. جميل أن نعملوا واحد الأجواء للشهر الكريم باش نفرحوا خاصة الأطفال تاعنا. وأكثر حاجة اللي نركز عليها هي الناس اللي عايشين في الدول الغربية اللي في الخارج ما كانش كاع بنة رمضان، فبالتالي لقنا نخلقوا واحد الجو تاع رمضان في بيوتنا للوليدات تاوعنا هكا باش نعودوهم على رمضان كيفاش يكون. هذه فقط من جهة الديكور، فكاين عدة مجالات فيكي تشاركيها في البيت تاعك. نتمنى ان الفيديو تاع اليوم فاتكم ببعض الافكار، ولا كان عجبكم ما تنساوش البنات ديروا جيم لا فيديو. كنتي مشتركه وعجبتك القناه ما تنسايش تشتركي وتفعلي الجرس، وايضا البارطاج اللي غادي يكبر من القناه تاعنا. ما بقى لي غير نقول لكم البنات تهلاو في رواحكم، الى فيديو اخر ولمسه اخرى. سلام حبيباتي. عليه الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد هل حقا
الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد هل حقا تشتاق إليه؟